السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ انا اسمي محمد ودي رسالة ياسمين. عزيزي، انا جاية اقولك النهاردة اهتم بالكواليتي تايم اللي بتديه لعيلتك. اهتم بالوقت اللي بتديه لاولادك او زوجتك او اخواتك او والدك والدتك. اهتم بالوقت ده كويس قوي، لانه وان كنت تهتم بالشغل بكله كده على بعضه وسايب الجزء ده، فحضرتك عايزة اقولك ان الشغل ما بيخلص، لكن عيلتك يعني لازم تكون جنبها. لازم ان انت تبقى معاهم وتبقى مشاركهم وتبقى على الاقل حاجة بسيطة فيهم، ما تبقاش كل يوم شغل 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 وسايب عيلتك، اختك او اخوك او والدتك او والدك، وما بتسألش او ما بتتكلمش معاهم. لاقي وقت ليهم، هم اهم من الشغل، اهم من البهدله اللي انت حاطط نفسك فيها والدوامه اللي انت مش هتطلع منها، لانك هتفضل تشتغل. انت هتفضل تشتغل، بس هم محتاجين الوقت ده. وصدقني انت محتاجه اكتر منهم. محتاج ان انت تحس بحبهم وودهم، محتاج انك تحس بالونس بتاعهم، وانك عايش معاهم وانهم عايشين معاك. الحاجات دي بتفرق في نفسيتك من غير ما تعرف، وبتفرق في نفسيتهم من غير ما يعرفوا، وبعد فترة هتلاقي نفسك مرتاح. ليه؟ لأنك اهتميت بالوقت اللي بتبني فيه روحك وبتبني فيه نفسيتك. ده أهم حاجة، أهم من الشغل. اهتم بالكواليتي تايم، مبقولكش ما تشتغلش، أكيد اشتغل وهات آخرك، بس برضو اهتم بعيلتك وبوقتك معاهم، لأنهم مهمين وبيبنوا فيك حاجات في نفسك. وفي نفس الوقت لو هم أولادك لازم تكون معاهم وتساهم في تربيتهم. فاهتم بالكواليتي تايم بتاعت عيلتك، عشان هي أهم بكتير قوي 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 من أي حاجة تانية. بس كده، دي كانت رسالة النهاردة. أتمنى يا رب تنفعكم، وأتمنى تعملوا بيها، وربنا يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.